السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، واش راكم معكم ملاح ان شاء الله كما تكونوا ملاح. كيما راكم تشوفوا غالياتي، اليوم جبت لكم مقروط المقله البنات، السلطه للميدان. ما كاينش منا اللي ما يحبش مقروط المقله، كاين بزاف بنات ما ينجحش في الوصفه. اليوم جبت لكم طريقه النجاح 100%، اليوم تنجحي فيه من اول تجربه البنات. اليوم جبت لكم جميع النصائح باش تنجحوا في الوصفه. البنات يخرج هكذا محافظ على الشكل ديالو وطري يذوب في الفم البنات، وهاولك الغرس خرج طري معسل للقلب. ولا عجبتكم الوصفه حبيباتي ثم ما لايك فيديو بتعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. نبداو بسم الله في المقادير. هنا واش نسحق البنات؟ عندي زوج كيلات ونص سميد مولا خشن، درت معاه كيله سميد متوسط مولا. هكذا البنات كما راكم تشوفوا درت هنايا زوج كيسان سميد مولا خشن، درت معاه كيلة سميد مولا متوسط، وهذه النص كيلة درتها خشن. تكملوها بالفارينة، انا درت تسمى 3 كيلات ونص سميد البنات. كملت هذيك النص كيلة بالفارينة، درت ملعقتين فارينة. الفارينة واش الدور ديالها هنايا؟ الفارينه الدور ديالها السميد ولا كان ماشي مليح تسقم لكم السميد البنات. الفارينه هي تساعد في نجاح المقروط باش ما ينفتح لكمش في المقله. تخلطوا كامل النواشف هكذا مع بعض كما راكم تشوفوا حبيباتي الغاليات، ومن بعد ديروا الملح. الملح حاجه ضروريه في مقلوط المقله، ديروا كميه مليحه. درت هنا ملعقه حسيله، جربوا لي هذه الملعقتين تاع حسيله وشوفوا لي الذوق تاع المقروط كيفاش يخرج. اللي ما عندهاش حسيله دير السكر. هنا درت كيله ماشي معمره تاع سمن، كيله ناقصه اصبع تاع سمن مدينه، كملتها بالزيت. انا نحب توجور نبسس نكمل بالزيت هكذا البنات. والمقادير نكتبهم لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف وشنو؟ تضغطي على العنوان تلقاي صندوق الوصف، ومن بعد تبسي كامل هذاك السمن مع السميد هكذا البنات. فيما يخص السميد سر نجاح المقروط هو السميد. السميد حاجه ضروريه، ماشي تروحي تخدمي بسميد نيمبورت سميد وتجي تقولي لي ما نجحليش المقروط. السر في نجاح المقروط هو السميد. استعملي مولا، استعملي عمور نصف خشن، استعملي مولا، ولا استعملي كاين ماركه تاع كنزه شفتهم يهضروا عليها. انا توجور نستعمل السميد مولا البنات. ولازم تحكموا هذاك الخليط تاع المقروط، ديروا كيما كنت ندير انا، تحكوه بيان. لازم تحكوه البنات واحد 10 دقائق وانتم تحكوه فيه باش يخرج لكم مقروط ناجح. ومن بعد البنات انا بيته، ولا تخديريه صباح تخدمي به الحشيه، على الاقل خليه يريح ساعه البنات باش تبداي تخدميه فيه. ومن بعد هنا البنات جبت هنا بياض البيض، وجبت كيس غير بوح تاع ماء، خليط بين ماء وماء الزهر، ولا ديروا الماء ديروا فيه عطر المزهر اللي هو ليكسخي تاع المزهر. كيما راكم تشوفوا البنات بياض البيض هو يساعدك باش المقروط ما ينفتحلكش في المقله. بيض البيض تستعملي بيض حبه بيض في كيلو سميد. لا استعملتي انتي صاديبون الكيله اللي استعملتيها، بيض حبه بيض تستعمليه في كيلو سميد هكذا البنات. ومن بعد ديري الماء غير بالعقل، ديري وتخلطي هكذا، ما تعجنيش غير تلمي برك، ديري وتلمي هذيك العجينه حتى تولي لنا عجينه طريه نحبسو. بصح ديروا الماء غير بالعقل، وراكم شوفوا كيفاش العجينه تبدل اللون ديالها. كي تعرفي تشوفي بلي تبدل اللون ديالها تحبسي الماء وتكون عجينه طريه، هاوليك ترجع بيض. وبقى لي هذه الكميه الصغيره نخلوه يريح. انا نخليه يريح واحد النصف ساعه هو يريح. شوفوا كي تخلوه يريح تلقاوه كامل شرب هذاك الماء اللي درناه. نزيدوا له، زدت له الماء هكذا، زدت له هذيك الكميه اللي بقات، وزدت له قليل من ماء الزهر باش عاودت ورجعت لي عجينه طريه. السر في نجاح المقروط لازم العجينه تكون طريه، ولازم تعاودوا تخلوها تريح وتخدموا بها. عاود خليتها ريحت واحد 10 دقائق وديماريت في الخدمه. قسمت على العجينه على قسمين، وراني نفتح فيها هكذا على شكل حربوش، وراني نفتح فيها هكذا.
هنا البنات سمحوا لي نسيت كامل ما وريت لكمش التمر. هنا شفتوا النوعيه تاع التمر اللي وريتها لكم، نوعيه بزاف 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 هايله. عبالكم ما فيش كامل العلفه، يجي بزاف هايل هذا التمر. اشروه البنات، مانيش ندير في بيبليسيتي، نقول لكم غير في لي مارك اللي استعملتهم. هنا درت نصف ملعقه سمن، درت ملعقه قرفه، ودرت ملعقه قرنفل مطحون، ودرت الماء الزهر، وتبداو تعجنوا فيها بلا ما تفوروا هذا الغرس. بزاف هايل البنات. عبالكم شريت كيلو نورمالمون جاب لي ربي يتباع 18000. والله ماني شافيه باسكو شريت مع الدوزان، بصح نوعيه ولا اروع. هاوليك عجنته. ودوكا نبدا نفتح في الحربوش ديالنا هكذا كيما راكم تشوفوا، نفتحوه كامل هكذا. من بعد ندير كيما راكم تشوفوا باش ندير هذاك التمر في الوسط. تقدروا البنات ديروا باللوز ولا بالكاوكاو، سوا ديزون درتي باللوز ولا بالكاوكاو. ديري ديري 3 كيلات لوز ولا كاوكاو مطحونين بيان، لازم يكون مطحون رقيق، مع كيلة غير ربع تاع سكر، وطميهم بالماء الزهر والسمن عادي، وتخليه يريح، ولا فاني تخليه يريح هذاك الحشو. ومن بعد ديماري به ديري كيما نديرو الحشو تاع التمر. هذا ما كان. درت التمر على شكل حربوش كيما شفتوا، درتو في الوسط، غلقتوه هكذا، غلقوه هكذا بيان. ومن بعد بداو تشكلوا في الحربوش ديالكم. عمليه بزاف بزاف سهله. قلت لكم السر نجاح المقروط هو السميد، لازم يكون السميد من النوعيه الرفيعه. والسميد ديروه تاع الباكي، ما كان تروحوا ديروه تاع الميزان موش ناجح المقروط ديالو. تستعملوا سميد تاع الباكي سورتو اللي تكون مبتدئه، ماشي تروحي ديري سميد تاع الشكاره وتحكمي دي اي نوعيه تاع سميد ما تجي تكتبي لي في لي كومونتير باللي ما نجحلكش المقروط لازم سميد تاع الباكي، ولازم ديري دي مارك محددين. ومن بعد البنات علمت هكذا بالمول. نورمالمون درت بالمول باش يخرج لي كامل على حبه مقروطات هكذا. ومن بعد راني نقسم فيهم. شوفوا كيفاش راني نقسم فيهم، راني نذبح في الحبه تاع المقروط، ماشي تروحوا ديروها ديريكت، لا ديروها هكا كيما راني ندير هكا غير بالعقل وتهبطوا باش الحبه تخرج لكم تبقى هكذاك بومبي. هاوليك دوكا شوفوا كيفاش راني نديرها. لازم نديروا هذه العمليه، لازم يكون عندكم الكوبات تساعدكم بزاف في الخدمه، يكون عندكم زوج تسقموها هكذا، تخلوها هكذا بومبي هكا. هايليك الحبه، نزيد معاكم حبه واحده اخرى تسقموها هكذا بيان، تحطوهم في صينيه ومن بعد تكملوا تخدموا بهم هكذا البنات. تبعوا كامل المراحل اللي مديتهم لكم، وان شاء الله باذن الله عز وجل تنجحوا في الوصفه هكذا. وخلوه يريح البنات اللي مبتدئه وخافت ما ينجحلهاش، تخليه يريح في الثلاجه. ومن بعد تبدا طيب فيه كي تكمل كامل حبه ديالها تبدا طيب. فيما يخص الطياب ديروا هكذا في كسرونه ولا حاجه غابيه، وبداو تقليو وقليو بالحبات، ما تقلوش كامل حبه الافوا على ضربه، نقلوا هكذا بالخمس حبات حتى تكملوا. ولازم يكون الزيت غزير، سخنوا الزيت، لازم يكون الزيت سخون. وكي ديريه يطيب ماشي ديريه تخليه على نار عاليه، نو تنقصي النار، ديري النار متوسطه وتخليه يطيب. على ماشي تروحي ديريه ديراكت وديري النار عاليه ومن بعد يحمر لك تم يطيب يبقى لك من الداخل ماشي طايب، يجيك معجن من الداخل. لا نقصي سخني الزيت ومن بعد تخليها على نار متوسطه وديريه يطيب. ومن بعد كي يحمر لك نحيه. انا حبيت نحبو هكذا محمر، ما نحبوش يخرج لي كاين يديروه صفر، انا نحبو هكذا محمر. ومن بعد من المقله ديريكت تحطيه في الحسيله ديري لها ماء الزهر، ومن بعد ديريه وكي تكوني كملتي المقله الدوزيام قليتي نحي هذاك المخلوط اللي كنتي درتيه في الحسل هكذا، تحطيه في الحسل ما يقعدش بزاف ويكون تعسل لك للقلب. وهينك النتيجه النهائيه. البنات اللي عجبكم لا فيديو ما تنسونيش في كومنتير شباب كيما نتوما ولايك للفيديو. اللي مش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي واش راكي تستناي تشاركي في القناه باش يلحقك غير جديد ان شاء الله.